هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصلتي جائزة يمه، الجائزة 50,000 ريال. الله يستر عليهم ويكتب عليهم العافية إن شاء الله، يجعلها في ميزان حسناتهم إن شاء الله يا رب. هذا الكلمات يا الله. خلاص يا خالد خلاص ما يكتب. اسأل رب العالمين يجعلها في ميزان حسناتهم يا الله يا رب. خلاص يا خالد. اللهم لك الحمد يا رب يا بديع السماوات والارض، اللهم لك الحمد حمد واشكر. اطرأ امطار يا رحمن، اجعلها في ميزان حسناتهم يا الله. الله يكتب اجركم كلكم يا رب، سهل يا رب. الحمد لله. اللهم له الحمد يا رب، احمدك واشكرك عدد قطر امطارك وعدد اوراق الشجر يا رب. أنت إيش قلت في زوجك؟ تنزل أحمد الفقري له سنة راقد. يعني بتهمني مصاريف العيال. طبعا اللهم لك الحمد أحمد ربي وأشكره، ربي حول. يعني كنت بحاجة 50 هذه. الله أعلم بحالي. ها؟ الله أعلم بحالي، بحاجة الريال الواحد. الريال؟ نحن سحرنا خبز وروتي من شاهي وروتي من عند الجيران. سحرنا خبز وروتي من شاهي وروتي من عند الجيران. له الحمد ربي، بس شكوى لله مدله. نعم، بس يوم ما أنت ما خرجتيش تطلبي ولا بتطلبي مني، أنت خرجتي تشتغلي ولذلك أحترمك. أنت مع الشوالة هذا طبعا تبع الأم، هذا الشوالة هذه الله يسعدها ويحفظها. ها بتجي تشتغل وتكافح، تجي تبيع، تصيري تبيعي، هذا صح؟ أيوة. من أجل لقمة العيش، وهذا كفاح. اللهم لك الحمد. كفاح يمه. ب1000 ريال، اللهم لك الحمد. ب1000 ريال. الله يحفظك. اللهم بتكافحي من أجل عيالك، صح ولا لا؟ من أجل عيالي وزوجي، يعني تعبان. سلامات. عند انزلاق عمود الفقري. انزلاق في العمود. الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله بإذن الله يا رب. أزيد أسأل السؤال؟ لو جاوبتي بسألش أنت كمان. عادي أسألها حتى عادي. أكثر منش حتى عادي هنا قلبها الناس المحتاجة ضرر الواحد يكون نطرح لهم فرصة. يا صح سلام. إنه الوضع يعني مش هو مستني للجميع وهذا، لكن الله عندما ما بتحتاج يعني ما بتحتاج جارك أو بتزيد له وتدعي الله يديله وأنت داري بظروفه، الله بيبارك لك حتى بكل شيء. صح إنه الوضع نفس الوضع، لكن بتشوف إنه في حاجة مهمة وفي حاجة أهم من ذلك. أنت درستي؟ أكيد. تخرجتي صح؟ والله ما تسناش لي الوقت إن أنا أتخرج ولا أكمل دراستي، بس ما شاء الله عليك يعني. الحمد لله. درستي الحياة يعني صح؟ فهمتي الحياة أيوة. شوية. الذي بيفهم القرآن بيفهم الحياة كلها. يا سلام عليك. ما فايدة من تخرج الجامعة وهذا وأنا ما بش معي أخلاق القرآن الكريم. الله عليك، الله يوفقك إن شاء الله وإياكم يا رب. ونعمتش. ورزقه من الله سبحانه وتعالى. أيوة. تساير أنت هذه كل يوم صح؟ أيوة. الحمد لله. دعيتين الله اليوم يمكن وانتين خارجات. اللهم لك الحمد. الله داري ان احنا يعني بندعي الله واصله ان شاء الله، وربي هو عارف بحوالنا وما سخركم لنا الا والله سبحانه وتعالى داري باحوالنا وعارف بوضعنا. والله على كل شيء عليم وبكل شيء قدير، وهو الرزاق الحكيم. طبعا كنا بنغير الطريق على فكرة، وبعدها سبحان الله كنا بنمشي خط باجل كذا، وقلنا خلاص نمشي هذا الخط. سبحان الله العظيم. فإحنا نحمد الله سبحانه وتعالى إن إحنا بنحصل الناس المكافحة المحتاجة، هذه نعمة من الله. اللهم لك الحمد. ونحن نفتخر لما بنحصل من هذول الأخوات والأخوة اللي بيكافحوا. يا رب سهل أمه، عيش يا أمه عيش. الله يسهل لكم، الله ينفس كربكم مثل ما نفسكم كربي بإذن أرحم الراحمين. ننفس كله مساهم يا الله. هات السؤال. ما هي أصغر سورة في القرآن؟ إنا أعطيناك الكوثر. يا سلام، جاوبت. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة يمه. وأنت حصلتي جائزة ثانية. الجائزة الثانية يمه مبلغ 200,000 ريال.
الحمد لله يا أمه، الحمد لله. يا ربي لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله. ورزقك يا أمه، هذا رزقك من الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كيف حالك؟ ايش اسمك؟ حسين. حسين. يا بطل يا حسين، يا بطل يا حسين، يا بطل يا حسين. هذا رزقك يمه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. احمد ربي واشكره. رزقكم بحق الشهر الكريم هذا الفضيله يا رب يا رحمن. يا الله اسمع دعاء يا الله يا رب. فرج كربتي، يا الله يفرج كربتكم بالدنيا وبالاخره بحق اشهد ان لا اله الا الله. يا رب الله يوفقكم الجميع. انت الله يوفقك وإياكم إن شاء الله. الله يحفظك. سؤال للأخت بس، هذا سؤال. إن شاء الله أروح أصلح العشة حقي. يا ربي لك الحمد، أحمدك وأشكرك يا رحمن. آسف عليك. يعني العشة عندش ايش معش انت؟ أبلك إيش؟ معي قدر تراب طين، بس نزل المطر بعد بناكل لي شجر من هذا الشجر وصلحت لي غرفة. ها يعني مشي غرفة مصلحة مشي؟ لا في غرفة بس بلا سقافة، بس روح اشتري لي بلا سقف. بلا سقف. طبعا هذه خليها البداية، واحنا نوجه دعوتنا للأخوة المشاهدين والمتابعين انه اذا في استطاعة ان نساعد الأمة هذه نعمل لها العشة. يا رب يا رحمن، معي 4 عيال دكون بدار الأيتام. يا رب يا رب، بدار الأيتام جالسين لهم 4 سنة. مالاش 4 سنة لهم بدار الأيتام، لا أقدر أكسيهم، لا أقدر أعمل لهم حاجة، لا أقدر أدرسهم، لا أقدر أعمل لهم شيء. الله الله عالم بعاني. يعني 4 معش 4 عيال. 4 بدار الأيتام. سيرتيهم دار الأيتام. دار الأيتام لأنهم أبوهم عنده زلق ولا يقدر يشتغل ولا حاجة، ما معش غير الله رب العالمين بو ولد. صفتها ساقل يا أم، أنا شروح اشتغل وودي الأخواني يأكلوا ويخرجوا من الدار. السرد كله مسجون بالحدود رزانا. يا رب فك على مثل ما فكيت قربتي، الله يفك على. خلاص لكن يعني حتى الولد ايش دي كان صار يشتغل، صار يتهرب السعودية يعني. راح يهرب، دخل معاهم. أيوة بعدين رجع سجنوه. الحين مسجون فين؟ أدو تاسع بالحدود. يعني ما انتوش عارفين في اي مكان مسجون؟ ولا عارف بأي محل. ان شاء الله نرجع ناخذ صورته ونناشد باذن الله، سنناشد ونوقف مع يمه. عيالك دي في دار الايتام كم اعمارهم؟ والله محمد هذاك قدو ثامن عمره 15 سنة، واحد عمره 14، واحد عمره 12. حقتو هناك عايشين لهم 4 سنة جالسين هناك. ما قدركش تدرس ولا قدرك كسي ولا قدرك اكلهم الاكل الذي الحاصل القوت، ما قدرتش. بعضهم يشرفوا علي هنا للبيت. اخي قال ما معش اي حاجه سد لهم يتعشوا، بعضها نروح مصبح لاقي يزوروني. لا حول ولا قوة. ايش تتمني انت يا امه؟ ايش تتمني؟ اتمنى الخير والبركه والعافيه لعيالي، واتمنى اي يعني مسكن لي ولعيالي. هذا اللي انا اتمنى. يعني انتم معاكم ما بيت؟ معي ارضيه. ايوه ارضيه. معش ارضيه؟ ارضيه بس معي تنقرب بس بلا سقافه، وحاجه زي كذا مطبخ مصلح من طين. ان شاء الله المطر كله لباقي. ان شاء الله نرجع نجي نشوفها اي وقت. تعالوا معي مطبخ مسقف بطين، اسمه معمر بطين مسقف بدبش وذا. اقل مطر كله لفاقي. الشمس يعني اللهم لك الحمد يعني مقيله من الشمس بس. الله ان شاء الله نرجع نجي للبيت نزورش ان شاء الله يوم يكون بدايه الفرج ان شاء الله باذن الله. الله يفرج همهم مثل ما فرجكم همي، الله يفرج همكم، الله يجعل ميزانة حسناتكم هذه يا رب يا رحمن، وانتم يا الذي ساهموا فيها الله يكتبها في اجركم يا رب ان شاء الله. ونتمنى يعني من الاخوان يدعموا هذا البرنامج ويدعموا هذا الاخت بالذات من اجل انه يعيشوا حياه كريمه معها. ثلاثة في دار الأيتام. 3 في دار الأيتام. 3 من العيال ما قدروا يشتغلوا عليهم سيروهم دار الأيتام. الأخت هذه الآن بنسألك يا أختي العزيزة، الله يحفظك، أنت إنسانة رائعة وبكلامك الجميل وإيثارك على جارتك. إحنا بنسألك سؤال.
إن شاء الله إنك تجاوبي على السؤال. اختاري كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ 30 جزء. 30 جزء. جائزتك مثل ما هي وهي 250,000. الله يحفظكم ويستركم ويرزقكم عليكم إن شاء الله. الجميع إن شاء الله، الجميع. هذه 250,000 ريال. 250,000 ريال. مش مصدق. يا رب. الله يحفظكم مش ويستركم. مصدقة أبدا. مش مصدقة. كنا نتمنى 300 400. اللهم لك الحمد. 300 400 ريال كنا نتمناها الحين. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله. رزق. الله يفتح عليكم رزق يا ويرزقكم. أختي، هذا رزق. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا رب. ولك الشكر يا أرحم الراحمين. أنت المكافحات. الله عظيمات. يحفظكم، الله يستركم، الله يرزقكم، يفتح عليكم، جعل في ميزان حسناتكم يا رب. يا رب. وكل من يدعم برنامجنا وكل هذا، من يدعم وكل من يساهم وكل من صلح هذا البرنامج الله يجعله في ميزان حسناته. تستاهلين يا أخواتي، والله إنك تستاهلين. مكافحات عظيمة، تشتغلين في اليوم 300 400 500 على جبينهن من الصبح كفاح. هذول اللي يستحقين الدعم والتشجيع هذولا. على العموم ألف مبروك. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويستركم. ألف مبروك يما. الله يبارك فيكم. إن شاء الله نزورك يما، يا إن شاء رب، الله يا رب. بإذن الله. حتى- أبشري نشوف بيتك نشوف. أيوة اسأل. تمام إن شاء الله. حاضر ولا يهمك. بالدار الأيتام حاضر منهم 3 بحد محمد وعلي وفايز. إن شاء الله. يا رب. تحياتنا. الله يحييكم. الله معاكن. يديكم العافية. تروحين اليوم مرتاحين الله يحفظكم ويستركم ويرزقكم إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. يلا خلاص الحين ما عبش دموع ذا الحين، مع الله ضحكة. يلا الله يحفظكم. خلاص يما. احنا ما ضحكنا ما بكينا الا من فرح، من فرح. الله يفرحكم دنيا واخره، الله يفرحكم دنيا أيوة واخره. أكيد من فرح يعني، بس خلاص الحين نضحك. الله يحفظكم. الله الله يسهل عليكم. يرزقكم. الله يفتح عليكم أنتم والمساهمين. الله إن معاك شاء إن شاء الله بإذن الله. الله ربي يوسع برنامجكم هذا البرنامج الرائع الذي يساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين ويدعمهم. الله يعين المكافحين والمكافحين. اللي مثلكم اللي يكافح. ما الشعب هذا قد واغلبه يعني مسكين، ولكن كل واحد له برنامج مخصص. احنا خصصنا برنامجنا للمكافحين هذولا اللي بيكافحوا.